السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس. مرحبا بكم معايا دائما في مطبخنا والديزاد. اليوم ان شاء الله جيت وجبت لكم حلوى جافه رائعه بزاف شابه. انا سميتها مقرودات الفلون والكاوكاو لاني خدمتها بالفلون والكاوكاو، تجيه شيشه بزاف شابه، تذوب في اليد قبل الفم كما راكم تشوفوا معايا. الشكل تاعها بزاف شباب. هاد الحلوى درتها سبيسيال اللي ما يبغوش الشوكولا وما يبغوش الحلويات الحلوه بزاف. هاد الحلوى ما تجيش حلوه بزاف لانه ما فيهاش السكر بزاف من الداخل، ما من برا فيها غير حاجه خفيفه تاع الكونفيتور. تبعوا معايا الطريقه وسجلوا الوصفه باش سجلوا المقادير عفوا باش تجربوا الوصفه. راح نعطيكم مقادير صغيره باش هكا كاع تقدروا تجربوا الوصفه وغادي تنجحوا فيها من اول تجربه لانه سهله بسيطه سريعه التحضير. اذا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. ما نطولش عليكم ونبداو في طريقه التحضير. نبداو بسم الله. والمقادير اللي نحتاجوهم في الوصفه تاعنا: نحتاج 125 غرام زبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. نحتاج فلون، انا درت بذوق الكراميل. نحتاج خميره الحلوى، رشه تاع الملح. هنا عندي كاس تاع كاوكاو، كنت حمصته مليح كما راكم تشوفوا معايا وطحنته وغربلته. هذاك الرقيق راح نديروه داخل في العجينه، والغليظ نخلوه باش نستعملوه للتزيين. والفرينه باش نلم العجينه تاعي، حبه تاع البيض وعطر الكراميل لان استعملت الفلون بذوق الكراميل راح نستعمل عطر الكراميل. نجيب الريسيبيون تاعي ولا الباسينه اللي راح نخدم فيها. نضيف قلنا 125 غرام زبده. لازم ضروري الزبده تكون طريه بدرجه حراره الغرفه باش تساعدني في الخدمه والعمليه تجينا سهله. الان نضيف عليهم الحبه تاع البيض، رشه الملح، ونضيف عليهم فلون بذوق الكراميل. هنا الفلون استعملت نصف العلبة، حوالي 3 مغارف كبار. ونضيف الكاوكاو المحمص. كما قلت لكم هنا استعملت كاس تاع كاوكاو، حمصته مليح وطحنته. الرقيق هذاك اللي غربلته نديروه داخل في العجينه. نضيف اغوم تاع الكراميل، بما اني استعملت الفلون بذوق الكراميل استعملت اغوم الكراميل. الان نستعمل يدي ولا بالفوي كيما تفضلوا. ونخلط المكونات. لازم نخلط المكونات تاعي غايه حتى نتحصل على قوام كريمي. والان نضيف ملعقه صغيره من خميره الحلوى ونلم العجينه تاعي بالفرينه. الفرينه تاعي لازم تكون مغربله بطبيعه الحال، ونبقى نضيف في الفرينه تدريجيا حتى نلم العجينه تاعي. حذاري ما نيبسوش العجينه تاعي بزاف وما نخليهاش طريه بزاف، تكون ما بيناتهم باش تجي الحلوه تاعنا طريه وشابه وهشيشه. وهذه هي النتيجه اللي نتحصل عليها. هذا هو القوام تاع العجينه اللي نتحصل عليه الان. راهي واجده ما عليا غير نخدمها. والان نرش سطح العمل تاعي بالفرينه ونقسم العجينه على 2. ندي نصف فقط ونحاول نرولي العجينه تاعي ونشكل حربوش. هنا لازم نتاكد بلي الحربوش تاعي راه على سمك واحد، ماشي رقيق من جهه وغليظ من جهه. لازم نديروه على سمك واحد باش الحبه تاع الحلوى تاعنا تجي متساويه وتجي على حبه واحده. والان نجيب كوبات ولا سكين ونقطع الى مقرودات بهذا الشكل. ونجيب كوبات ونحاول نسقم الحبه تاعي باش تجي شابه ومتحوفه. نحاول نطلعها باش تجيني بومبي
بهذا الشكل. كما راكم تشوفوا الحلوى تاعي انا قطعتها الى حبات كبار، تقدروا تصغروا الحبات بهذا الشكل حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي. نستفهم في البلا وندخلهم يطيبوا في الفرن على درجه 180 درجه. نشعلهم من التحت فقط حتى يحمروا لي، يدوا هذاك اللون الذهبي، ونعاود نشعلهم من الفوق بتاني باش يحمروا لي من الفوق، ونطفي عليهم. وهذه هي الحلوى تاعي بعد ما خرجتها من الفرن. شوفوا كيفاش جات حمراء من الفوق ومن التحت، تجي بزاف شابه. ريحتها راهي ريحه الكراميل، ريحه الفلون والكاوكاو، بزاف بنينه، ريحه بزاف شابه. شوفوا معايا كيفاش حمرتهم من التحت وحمرتهم من الفوق. كما راكم تشوفوا لازم نعطي الحلوى تاعي حقها في الطياب. طيبها غايه، كل ما طيبنا الحلوى غايه كل ما عطتنا البنه الشابه. هنا بغيت نقسم لكم حبه قبل ما نديروا لها التزيين. شوفوا كيفاش تنقسم وحدها، يتفتت هاد الحلوى، تتفتت غير وحدها. والان نطلي الحبه تاعي بالكونفيتور بذوق المشماش ونرمضها في الكاوكاو بهذه الطريقه حتى نكمل كاع الحبات اللي عندي. وهذه هي الحلوى تاعنا، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. كما شفتوا معايا انا قطعت الحبه الحلوى تاعي كبيره، جا الحجم تاعها كبير. اذا حبيتوا الحلوى تاعكم اللي يبغوا الحلوى تكون صغيره، ما عليكم غير تصغروا الحجم تاع الحلوى لانه ضعف الحجم تاعها. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، كانت خفيفة ظريفة بسيطة، مكونات جد بسيطة متواجدة في كل منزل. لازم قاعد تجربوا الوصفة تاع اليوم لأنه بزاف بنينة، بزاف شابة، بريزونطابل كما راكم تشوفوا. ما كانش اسهل منها، وتقطع كميه لا باس بها. ما عليكم غير تصغروا الحجم تاع الحبه لانه انا درته شويه كبير. اذا عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما تنساوش تخلوا لي رايكم في التعليقات، وديروا لي جيم لا فيديو تاع اليوم اذا جربتوها. ما تنساوش تجوا وتقولوا لي كي خرجت لكم الوصفه. واذا اول مره تزوروا القناه ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتبارطاجوا لا فيديو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. اي سؤال اي وصفه تحتاجوها ما عليكم غير تقولوها لي في التعليقات وانا تحت الطلب. نقول لكم تهلوا في رواحكم، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام.